أدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مزيداً من الحوافز والتحسينات المالية على بطولاته للأندية، دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، سعياً لرفع درجة تنافسيتها والارتقاء بمستوى المسابقات. وبداية من الموسم المقبل للبطولتين الذي سينطلق في سبتمبر 2025، فإن كاف سيضخ مبلغاً يصل إلى 40 مليون دولار في دوري الأبطال والكونفدرالية، وهو أضخم إنفاق في تاريخ منافسات كاف للأندية. البداية ستكون مع دعم المشاركة أو ما سماه كاف بمنحة التضامن، وهو مبلغ 100 ألف دولار لكل فريق يشارك في البطولتين بمجموع يصل إلى حوالي 12 مليون دولار. وبدأ كاف في تقديم حافز مقابل المشاركة لأول مرة في النسخة السابقة 2024-2025، وكانت مبلغ 50 ألف دولار لكل فريق، والآن تمت مضاعفتها إلى 100 ألف دولار. وتهدف منحة التضامن لدفع الأندية الإفريقية للاهتمام بالمشاركة في البطولات وتقليل نسبة الفرق التي تعتذر أو تنسحب، وغالباً ما يكون ذلك لأسباب مادية. جاءت هذه المنحة لمساعدة الأندية في توفير نفقات التنقل والسفر في الأدوار التمهيدية من البطولتين. وعلى صعيد الحوافز للأندية التي تتقدم في البطولة، فإن الاتحاد الإفريقي يخصص نحو 18 مليون دولار كمجموع لجوائز دوري أبطال أفريقيا، يتم توزيعها بين الأندية حسب محصلتها النهائية، حيث تبدأ الحوافز من دور المجموعات وتقسم على النحو التالي: البطل 4 مليون دولار، المركز الثاني 2 مليون دولار، فريق نصف النهائي 1,200,000 دولار لكل فريق، فرق ربع النهائي 900 ألف دولار لكل فريق، ثوالث وروابع المجموعات 700 ألف دولار لكل فريق. أما بالنسبة للبطولة الثانية الكونفدرالية، فإن مجموع الجوائز المالية يصل لحوالي 10 مليون دولار، تتوزع بين 16 نادياً كالتالي: البطل 2 مليون دولار، المركز الثاني مليون دولار، فريقا نصف النهائي 750 ألف دولار لكل فريق، فرق ربع النهائي 550 ألف دولار لكل فريق، ثوالث وروابع المجموعات 400 ألف دولار لكل فريق. الاتحادات الوطنية في قارة إفريقيا سيكون لها نصيب من تألق أنديتها على المستوى القاري، حيث يحصل كل اتحاد وطني على ما نسبته 5% من الجوائز المالية التي تنالها الأندية التابعة له. على سبيل المثال، فإن الاتحاد الذي يتمكن أحد أنديته من الفوز بدوري أبطال إفريقيا يكون نصيبه 200 ألف دولار، وهي نسبة 5% من الجائزة الكلية البالغة 4 ملايين دولار لمن يفوز بلقب دور الأبطال. الكاف عبر لجان التطوير وكذلك رابطة الأندية الإفريقية يسعى لإحداث تغيير هيكلي في بطولات الأندية خلال المواسم المقبلة، مع تدارس عدة مقترحات لتطوير المسابقات، منها نظام مشابه للنظام الجديد في دوري أبطال أوروبا. وقد صرح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف في مؤتمر صحفي بالمغرب مؤخرا أن الكيان القاري حصل على استثمار بحوالي مليار دولار سيتم تخصيصه خلال 8 سنوات لدعم الكرة الإفريقية، وبالأخص في الأكاديميات، منافسات الأندية، وكذلك المنتخبات الوطنية.